تابع الفيديو للأخير رجاء. اخواني، بهذا الفيديو راح اتكلم عن قطعة الكترونية صغيرة اسمها الايزي كاب. هذه القطعة راح تغنيك عن شراء جهاز الفايندر. اخواني، هذه القطعة مع بطارية، اي بطارية صغيرة 12 فولت، راح تستغني عن شراء جهاز الفايندر المستخدم في تثبيت الأطباق والتقاط إشارة القمر الصناعي. بسم الله والصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. هذه وصلة الإيزي كاب. راح أشرح لكم أخوان شنو فائدة هاي الوصلة. هاي الوصلة موجودة بالأسواق العراقية، عند محلات الإكسسوارات مال الحاسبات ب10,000 دينار عراقي. راح اشوفكم شنو فائدة هاي الوصلة. هاي الوصلة راح تغنيك عن جهاز الفايندر او الجهاز اللي تضبط عليه طبق صحن الستلايت. اشوفكم شنو داخل هذه ايش تحتوي هذه القطعة. هذه الوصلة، هذه الوصلة الايزي كاب، اسمها ايزي كاب هذه، وبها هذه المداخل، الاصفر اللي هو فيديو، والابيض والاحمر صوت. هذه ما عندنا شغل بها، ما لنا شغله بها، هذه نتركها. هذه منها راس هاي الوصله، وهي عباره عن راس يو اس بي. يو اس بي طبعا اخوان، هذه الوصله تستخدم، راح نستخدم بها الموبايل كشاشه، شاشه عرض، وممكن ان نستخدم الجهاز الحاسوب، الكمبيوتر، اللابتوب كشاشه، بعد تثبيت البرنامج على اللابتوب من خلال هذا قرص البرنامج اللي يجي وياها. وهذا الكتالوج ضروري تحتفظ به، لأن يحتوي على الرقم التسلسلي، السيريال نمبر للبرنامج. بدون هذا السيريال نمبر ما يشتغل البرنامج عندك. وأسوي لكم فيديو على تنصيب البرنامج واستخدام اللابتوب كشاشة. هسه اليوم راح نشرح على استخدام الموبايل كشاشة. هاي طبعا تجي وياها هذه الوصلة، نطول بها هذا راس القطعة، ويبقى هذا الراس هو نفسه، يعني عوضنا عن هذا الراس الفلاش اليو اس بي بهذا الراس. ونحتاج حتى نشتغل بها بالموبايل، نحتاج هاي القطعة ايضا موجودة، سعرها 2000 دينار. اكسسوارات الموبايل، هذه الوصلة او 2 جي، الموبايلات اللي شاشة راح ندخلها هنا، وراح ناخذ الموبايل نستخدمه كشاشة. هذا الموبايل اخوان لازم نثبت به برنامج. هذا البرنامج اسمه يو اس بي كاميرا، موجود بالجوجل بلاي. هذا البرنامج تقدر تحمله من جوجل بلاي، متجر بلاي. هذه قلنا قطعة الاوتو جي، راح ندخلها هنا بمكان الشاحن. شوف لاحظ القطعة اخذت باور، اخذت قدرة من الهاتف، من الموبايل. البرنامج فتح كشاشة. هنا شو راح نوصل هذه بالستلايت الصغير الميني. عندنا هذا الواير ايضا موجود، هذا بالاسواق العراقية، هم سعره مو مكلف، يسمونه 3 في 1. هذا راس واحد، وهذني 3. هذا 3، هم الاصفر فيديو، والاحمر والابيض صوت. اخوان اكو قطع من الوايرات تجي الابيض فيديو، جربها. اذا الاصفر ما طلع عندك صورة، الابيض يطلع عندك، وهاي الوصلتين تصير صوت. هسه هذا ما بيه عيب، الاصفر فيديو. بس عندي هذه قطعة واير ثانية، هاي اشتريتها. هذه بالنسبة للاصفر صار صوت، بس الابيض صار فيديو. هو المفروض الاصفر بس يشتغل اعتيادي، ما بيه اي اشكال. هسه نرجع على هاي الوصلة. نجي على وصلة الايزي كاب، الاصفر مع الاصفر اللي هو قلنا صورة
فيديو، والأبيض صوت، والأحمر أيضا صوت. شكلناهن بهاي القطعة الإيزي كاب. هنا شلون راح ناخذ صورة من الستلايت. هذا قلنا الراس اللي هو واحد. كل أجهزة الستلايت، كل أجهزة الستلايت هاي الميني بها هذا المدخل. هذا المدخل مال هذه الفيشة. شوفوا اخواني، هنا هسه الموبايل اصبح هو شاشة. راح تشوفون، شوفوا اخواني، هذا بالريموت اطلع قائمة القنوات. ان شاء الله من اصعد فوق السطح اثبت الطبق، راح تشوفون الصورة مالت الجهاز. هاي قائمة الجهاز للستلايت. اخواني ادعمونا بالاعجاب بالفيديو وتعليقاتكم المفيدة والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.